ليه بالغالي تشتري لما ممكن تعمليه في البيت وبالمكونات اللي موجودة عندك بأسهل طريقة؟ فضلا وليس أمرا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ في الوصفة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنجيب نص كوباية سكر عادي جدا، كوباية سوداني، تمام. هنضرب السكر كويس جدا في الكبة لحد ما يبقى بودر كده ويبقى معانا سكر بودر، تمام. وهنحط عليه السوداني وهنفرمه كويس جدا في الكبة لحد ما يبقى عامل زي رملة البحر زي ما انت شايفة كده. المكون التالت معانا اللي هو اللبن بودرة، كيس لبن بودرة بمقدار 3 معالق، تمام. هنحط عليهم رشة ملح وهنحط عليهم معلقة زبدة زي ما انت شايفة كده. هنقلب المكونات كلها في بعضها وبعد كده هنحط، انا عندي الكبة ما بتشيلش غير كمية صغيرة فبقسمها على نصين. كل جزء هنحط عليه معلقة يعني غطا صغير كده من ريحة الفستق اللي هو المكون السحري بتاعنا، ريحة الفستق. يعني معلقة صغيرة، نصها هنا ونصها في الطبق ونصها في الكبة لو انتي برضو عندك الكبة زيي. بعد كده هتجيبي المكون التاني معانا السحري، اللون الاخضر، نقطة هنا ونقطة هنا، ما تكتريش عشان بيرمي لون وهيبقى اللون مش حلو، هيبقى صعب جدا. عشان يتضرب في الخلاط ويمشي معاكي في الخلاط هتحطي ربع كوباية لبن بمقدار 3 معالق كبار لبن. لو ما عندكيش لبن ممكن مية شغال وزي الفل. هيقعد معاكي في التلاجة لمدة 10 ايام، ميجرالوش اي حاجة. لايك وشير واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.